بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده نموذج لشنطه حلوه قوي، شنطه مبهجه للبحر والمصايف والخروجات. هنشتغل كل تفاصيلها مع بعض خطوه بخطوه باذن الله. هنشوف خاماتنا وادواتنا اللي هنشتغل بيها النهارده. ويا ريت بقى لو انت بتشوفيني لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعملي لايك لو الفيديو عجبك وسيبي لي رايك في الكومنتات. يلا بقى نقول بسم الله ونبدا شغل. الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها النهارده ان شاء الله، هنشتغل بخيط مكرميه قطن. انا هشتغل بنوع زين، هشتغل بلون اوف وايت، وعايزه مقص وابره تنظيف، وهشتغل معاه النهارده بابره كروشيه مقاس 4.5. اول حاجه بقى هعملها، هبتدي ان انا هعمل عقده بدايه، وهشتغل 18 غرزه سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. تمام كده. انا اشتغلت كده سلاسل البدايه. هسيب اخر غرزه عندي كده، همسكها وابتدي ان انا هطلع سلسلتين ارتفاع، وهشتغل اول عمود على اول سلسله بعديهم. تمام. همشي على السطر ده كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه عمود واحده بس. باخد لفه على الابره وبدخل كده جوه الغرزه اللي عليها الدور، بسحب خيط واخد لفه واطلع من حلقتين، ولفه وبطلع من حلقتين. بشتغل غرزه عمود عادي جدا لحد اخر غرزه في السطر. اخلص السطر لحد الاخر وارجع لكم. خلصت السطر كده لحد ما وصلت عند اخر غرزه، واخر غرزه عندي في السطر هشتغل فيها 3 عمود في نفس المكان. العمود الاول في نفس المكان هعمل العمود رقم 2، وفي نفس المكان هعمل العمود التالت، عشان الاقي ان الشغل معايا بدا ياخد لفه كده دوران، وهبتدي ان انا اشتغل على الجنب التاني بتاع السلسله. هاخد لفه على الابره كده برضو، وهشتغل في كل غرزه سلسله هتقابلني بقى على الجنب التاني هشتغل برضو عليها غرزه عمود واحده بس، لان الشغل بدا يقوس معايا كده. كل غرزه بشتغل عليها غرزه عمود، كاني بشتغل في الجنب التاني بتاع العمدان عمدان برضو بالشكل ده كده. واكمل على السلاسل كلها لحد ما اوصل عند اخر السطر، ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت كده على الجنب التاني بتاع السلاسل، ودي كده هنا الغرزه اللي قبل الاخيره في عمود برضو واحد، واخر غرزه عندي من السطر اللي هي كنت طالعه بيها في الجنب التاني هبتدي ان انا هشتغل فيها 2 عمود بس، لان دي ظهر الغرزه اللي انا بدات بيها في الاول خالص، فهي فيها بالفعل عمود، وانا هشتغل في ظهرها كمان عمودين، يبقى انا كده عندي 3 عمود. وسلاسل الارتفاع اللي عندي دي انا بتجاهلها تماما كانها مش موجوده، هي مجرد ارتفاع في السطر. تمام. هقفل بقى فين؟ هقفل في راس اول عمود. زي ما قلنا كده سلاسل الارتفاع اللي عندي دي انا مش بحسبها معايا اي حاجه خالص. هاجي كده في راس العمود وهسحب واقفل بغرزه منزلقه، يبقى انا كده قفلت السطر الاول معايا. دلوقتي بقى هبدا السطر الجديد. مكان ما انا واقفه كده بالظبط هطلع سلسلتين ارتفاع. المره دي هحسب دول معايا اول عمود في السطر، وهشتغل في نفس المكان تاني غرزه عمود. انا دلوقتي كاني عملت عمودين. تمام. هشتغل غرزتين سلسله، وهرجع في نفس المكان وهعمل عمودين مع بعض تناقص، عمود مش كامل. هاخد لفه واطلع من حلقتين بس، مش هخلص العمود الاخر. هاخد لفه وهرجع في نفس المكان واعمل غرزه عمود، وبعد كده هكمل الحلقات كلها مع بعض بالشكل ده كده. تمام. هكمل السطر كل غرزه بتقابلني اشتغل فيها غرزه عمود واحد بس عادي لحد ما اوصل للجنب التاني. ادي كده عمود 2 3. هفضل شغاله لحد ما اوصل لفين؟ هفضل شغاله على العمدان دي كلها لحد ما اوصل عند، عارفين ال3 غرز اللي احنا عملناهم تزايد اللي في الزاويه دي؟ هاجي كده عندهم وهوقف. ممكن تحطي علامات عند بدايه التزايد ونهايته، ان عند ال3 غرز دي لو هتتلخبطي في العدد، او انت هتبقي عارفاهم ان الزاويه دي طالع منها 3 عمدان، هبتدي اقف عندهم عشان اعمل فيهم التزايد. هشتغل كده هنا كده عمدان على الغرز دي، وارجع نكمل مع بعض. اشتغلت كده الجنب بتاع عمدان زي ما قلنا، وجيت هنا كده عند الزاويه. بصوا ما بينهم ال3 عمدان، هبتدي ان انا هشتغل فيهم ايه التالي. انا عندي 3 غرز هنا كده. اول غرزه في ال3 عمدان دول هبتدي ان انا هعمل فيهم هنا كده غرزه كلاستر، عمود مش كامل، مش هقفله على الاخر خالص، وهرجع في نفس المكان وهعمل عمود تاني مش كامل. بعد كده هسحب العمودين مع بعض واقفلهم، كاني عملت العمودين دول مع بعض بغرزه تناقص. هعمل سلسلتين، هرجع في نفس المكان تاني وهكرر نفس الحركه دي في نفس المكان. عمود مش كامل، عمود تاني مش كامل، بعد كده هقفلهم مع بعض هما الاتنين بالشكل ده كده.
واضحه معاكم؟ يعني بعمل عمودين كده تناقص، بعد كده سلسلتين، بعد كده عمودين تناقص. دي كده في اول غرزه في الثلاث غرز. الغرزه اللي في النص اللي عليها الدور هشتغل فيها عمودين، عمودين عاديين جدا، عمود واقفله للاخر خالص براحته، والعمود التاني بنفس الطريقه عمود، يعني كاني بعمل فيها تزايد بغرزه العمود العاديه خالص. الغرزه الثالثه هكرر فيها نفس اللي عملته هنا، دي كده بتكون لي الزوايا. هعمل كده عمودين مع بعض واقفلهم تناقص، ادي كده سحبه العمود الاول مش هقفلها للاخر، وادي العمود التاني مش هقفله للاخر، تمام. بعد كده هسحبهم مع بعض واقفلهم، وبعدين غرزتين سلسله عشان يكونوا لي زاويه، وهرجع في نفس المكان واعمل برضو عمودين مع بعض مقفولين. ادي عمود مش كامل، وادي العمود التاني اللي مش كامل، واسحبهم واقفلهم مع بعض بالشكل ده كده. واضحه معاكم؟ وبعدين هشتغل عادي على الجنب التاني بتاع الغرز اللي بتقابلني، غرز عمدان في كل غرزه بتقابلني على الجنب ده كده، كل غرزه بتقابلني هشتغل عليها غرزه عمود واحد بس، عمدان عاديه جدا لحد ما اوصل عند الزاويه التانيه. اخلص العمدان دي ونيجي هنا نشتغل مع بعض. خلصت كده غرز العمود الثابته اللي بشتغلها في الجنبين عشان اتاكد ان انا شغلي صح. العمدان اللي بشتغلها ثابت في كل جنب هيكونوا معايا عددهم 16 عمود، 16 عمود بره الغرزه اللي انا بعملها في الزاويه، بره الغرزه التجميع دي بتاعه الزاويه عندي هنا كده ثابت، هنا 16 غرزه وهنا 16 غرزه. انا كده خلصت. هاجي كده عند الزاويه دي هبتدي ان انا اعمل فيها التزايد بتاعي. طبعا احنا بادئين اهو بالغرزه اللي هي بتاعه الزاويه، وهيبقى عندي هنا كده غرزتين هشتغل فيهم زي ما عملنا الناحيه اللي فاتت. غرزه في الزاويه دي هكونها برده بنفس الطريقه، عمودين مع بعض بغرزه التناقص. ادي كده العمود الاول مش هكمله للاخر، وده العمود التاني مش هكمله للاخر. بعد كده هسحبهم كلهم مع بعض، بعدين بعمل غرزتين سلسله تكون لي كده زاويه، وهرجع في نفس المكان تاني وبكرر. هعمل عمودين مش كاملين واقفلهم مع بعض في نفس المكان، عمود اول مش كامل والعمود التاني مش كامل، هسحبهم كلهم مع بعض في سحبه واحده بالشكل ده كده. هنا كده عندي اخر غرزه في السطر بعمل فيها غرزتين عمود اللي هما التزايد بتوعي. ادي العمود الاول وادي العمود التاني، ودول عمدان عاديه بقفلهم بطريقه عاديه خالص بالشكل ده. يبقى انا كده هنا كده كونت الفراغين دول بتوع الزاويه، وهنا كونتهم بنفس الطريقه، واقفل السطر عندي بغرزه منزلقه في راس اول عمود. هاجي كده عند راس اول عمود واسحب بغرزه منزلقه بالشكل ده كده. هنا كده بعد ما قفلت بغرزه منزلقه في راس اول عمود هبدا اشتغل فين؟ هشتغل شايفين كده غرزتين السلسله دي، هتنقل هنا كده بغرزه منزلقه عشان اقف غرزتين السلسله بتوع الزاويه، وفي كل غرزه فراغ زي كده او تحت كل غرزتين سلسله هبتدي اكون الوحده اللي انا بشتغلها في الزاويه، اللي هي بتبقى عمودين مع بعض تناقص وسلسلتين وعمودين مع بعض تناقص. دول بشتغلهم في كل زاويه عندي، تمام. هطلع كده الاول سلسلتين ارتفاع معايا في بدايه السطر، ودول هعتبرهم اول عمود معايا. هشتغل عمود تاني جنبهم، دول كده كانهم معايا اول عمودين تناقص. بعد كده هعمل غرزتين سلسله، وهرجع اعمل في نفس المكان تاني عمودين مع بعض مقفولين. ادي كده عمود مش كامل والعمود التاني اللي مش كامل. بعد كده هسحبهم مع بعض بسحبه واحده عشان اقفلهم. يبقى انا كده عملت عمودين تناقص وكونت الغرزه دي كده في الزاويه بتاعتي. بصوا بقى، شايفين الغرزتين التناقص اللي كانوا في السطر اللي فات؟ يعني الوحده دي كلها انا خلاص ما بشتغلش عليها حاجه تاني، يعني انا ما اجيش هنا كده واشتغل غرزه عمود، لا، دي كده الوحده دي على بعض بشتغل دايما فيها في الزاويه بتاعتي اللي في النص في السلسلتين بس. يبقى لما اجي اشتغل الثوابت على الجنب بتاعي على العمدان ما بشتغلش في الغرزه دي خالص، ماليش دعوه بيها، دي كده خلاص. اروح رايحه على اول عمود عادي عندي في السطر واشتغل عليه غرزه عمود. زي ما قلنا كده الثوابت اللي هتبقى عندي في كل جنب هتبقى 16 عمود، هشتغل على كل غرزه عمود واحده بس، وافضل ماشيه كده بالغرز بتاعتي عمدان 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 لحد ما اوصل عند الزاويه اللي فيها غرزتين السلسله، ونكرر فيها نفس اللي عملناه. هوصل لحد هنا كده واجيلكم هشتغل عمدان على كل الغرز. ممكن بقى نعد او ممكن نحط علامات زي ما احنا عايزين في الزوايا كده، وما هشتغلش زي ما قلنا. شايفين دول كده مع بعض التناقص؟ مش هشتغل هنا كده غرزه عمود، لا، ماليش دعوه بالغرزتين دول. اخر عمود عندي هيكون العمود ده اللي هو لو انتوا حابين تعدوا هيبقى العمود رقم 16، مش هشتغل هنا حاجه، وهاجي عند الزاويه ونيجي نشتغل مع بعض. اشتغلت كده اهو العمدان الثابته، وده العمود معايا رقم 16 اهو، هشتغل فيه برده عمود واحد بس. وهاجي هنا كده عند الغرزه بتاعتي اللي انا بكون فيها الزاويه زي ما قلنا، مش هشتغل هنا حاجه، وهاجي رايحه هنا كده في الفراغ اللي مكون من سلسلتين، وابتدي ان انا اعمل عمودين مع بعض مقفولين بغرزه تناقص، عمود مش كامل وعمود مش كامل، واسحب كده واقفل. بعدين هعمل غرزتين سلسله، وارجع راجعه تاني في نفس المكان بتاع الزاويه، واعمل مع بعض عمودين مش كاملين، عمود مش كامل والعمود التاني اللي مش كامل، وبعد كده باخد لفه واقفل العمودين كلهم مع بعض
بالشكل ده كده. يبقى انا في نفس المكان في كل سطر بكون الجزئيه دي. تمام. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ الغرزه دي زي ما قلنا ماليش دعوه بيها، اللي هي تبقى التناقص. واللي بعدها دي كده هيبقى عندي هنا كده غرزتين في النص اللي انا كنت بشتغل فيهم التزايد. فاكرين لما عملنا في السطر اللي فات هنا كده غرزتين؟ الغرزتين دولت هعمل فيهم ايه؟ اول غرزه هشتغل فيها عمود واحد بس، ومشيتي معايا خطوه بخطوه هتلاقي الموضوع سهل جدا. الغرزه الثانيه هشتغل فيها تزايد، هعمل فيها عمودين. العمود الاول دي عمدان عاديه خالص، والعمود الثاني في نفس المكان بالشكل ده كده. اشتغلت في غرزه عمود واحد، واشتغلت اللي في اللي بعدها تزايد عمودين، ودي عمدان عاديه بقفلها لحد الاخر عادي جدا. طيب دلوقتي انا هلاقي نفسي وصلت عند الزاويه الثانيه زي ما احنا حافظنا بقى، ماليش دعوه بالغرزه اللي فيها التجميعه دي. هاجي كده عند الزاويه دي في الفراغ، هبدا ان انا اشتغل عمود مش كامل والعمود الثاني واقفلهم مع بعض كاني عملت عمودين تناقص. بعد كده هعمل غرزتين سلسله وارجع في نفس المكان تاني واعمل عمودين مع بعض. العمود الاول مش هقفله للاخر، والعمود التاني مش هقفله للاخر. بعد كده اخد لفه واسحب العمودين مع بعض واقفل الغرزه بتاعتي. ادي كده الزاويه اتكونت عندي. همشي على الجنب ده ال16 غرزه ثابتين عادي عمود. الغرزه دي ركزوا معايا ماليش دعوه بيها او اشتغل فيها، اسيبها خالص واروح رايحه عند اول عمود بيقابلني وابدا اشتغل ال16 عمود الثابتين بتوعي. العمود الاول اهو، والعمود التاني دي كلها عمدان عاديه خالص. هكمل العمدان دي كده عادي خالص لحد ما اجي عند الزاويه ونيجي نشتغلها مع بعض. خلصت كده ال16 عمود الثابتين اللي بشتغلهم مع بعض يعني في كل جنب. هاجي هنا كده عند الزاويه بدايتها ونهايتها اهي، ماليش دعوه بالعمودين اللي بيبقى فيها تناقص. فهاجي عند الزاويه كده واشتغل فيها الغرزه اللي انا بكونها في كل زاويه، عمود مش كامل، العمود التاني اللي مش كامل، واسحب اقفل العمودين مع بعض. بعد كده اعمل غرزتين سلسله وارجع في نفس المكان واعمل عمودين تناقص، العمود الاول والعمود التاني، واسحب واقفلهم مع بعض. خلاص الغرزه دي مش بشتغل فيها حاجه. هنا كده هيبقى عندي غرزتين في النص، هعمل في اول غرزه عمود واحد بس، الغرزه اللي بعدها بعمل فيها تزايد، ودي عمدان عاديه بقفلها على الاخر خالص، عمدان عاديه جدا. ادي العمود الاول وادي العمود التاني. يبقى انا كده عملت التزايد في الجنب ده زي ما عملت التزايد في الناحيه التانيه. وهاجي هنا كده، طبعا الغرزه دي احنا عارفين ما بنشتغلش فيها حاجه، وهنا كده في راس اول عمود هبدا ان انا اقفل بغرزه منزلقه. يبقى انا كده قفلت السطر. هنا كده بقى عشان ابدا السطر الجديد بعد ما قفلت هنا بغرزه منزلقه، هبدا ان انا هتنقل للزاويه دي كده او للفراغ ده بغرزه منزلقه عشان ابقى واقفه جوه الفراغ ده وابدا اشتغل السطر الجديد. هطلع سلسلتين ارتفاع، ودول هعتبرهم معايا اول عمود، واروح جايه جنبهم كده وهعمل العمود التاني كده كاني عملت اول عمودين مع بعض. بعد كده هعمل غرزتين سلسله في الهواء، وهرجع في نفس المكان وهعمل عمودين مع بعض تناقص، العمود الاول والعمود التاني. يبقى انا كده كونت الزاويه، وخلاص كده المفروض نكون حفظنا ازاي بنكون الزاويه بتاعتنا. همشي على ال16 عمود اللي عندي، كل غرزه عمود واحد بس، ماليش دعوه بالجزئيه دي ما بشتغلش فيها حاجه. بروح رايحه على اللي بعدها واشتغل اول عمود، وامشي السطر كله لحد ما اوصل للزاويه عمود في كل عمود. خلصت 16 عمود الثابتين بتوعي اللي بشتغلهم في كل جنب، وجيت عند الزاويه العمود ده ما بشتغلش فيه حاجه. اروح رايحه عند الفراغ واشتغل عمودين مع بعض تناقص، العمود الاول العمود التاني واقفلهم مع بعض، واشتغل سلسلتين وارجع في نفس الفراغ واكون عمودين مع بعض تناقص، العمود الاول والعمود التاني واقفلهم مع بعض بالزاويه. عندي هنا بقى 3 اعمده في النص، طبعا دي ماليش دعوه بيها مبشتغلش فيها حاجه. العمود الاول هشتغل فيه غرزه واحده بس، غرزه عاديه خالص وبقفلها لحد الاخر. العمود التاني غرزه واحده. العمود التالت هشتغل فيه تزايد، هعمل عمودين في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان كاني بعمل تزايد بالشكل ده كده، عمود عمود والعمود اللي بعده تزايد، ودي عمدان عاديه بقفلها عادي خالص. تمام. هاجي عند الزاويه، طبعا التجميع دي ماليش دعوه بيها، والزاويه وابتدي ان انا اشتغل فيها عمودين مع بعض تناقص، سلسلتين، وارجع في نفس المكان وبشتغل عمودين مع بعض تناقص.
واكمل الغرزه دي ماليش دعوه بيها. ابدا من اللي بعدها على طول، بعد ال16 عمود الثابتين عندي في كل جنب. خلصت العمدان الثابته وجيت للجنب التاني. الغرزه دي ماليش دعوه بيها، هاجي في الزاويه واشتغل الزاويه بتاعتي عمودين تناقص، سلسلتين، وارجع لنفس المكان واعمل عمودين تناقص، ماليش دعوه طبعا بالغرزه دي. عندي 3 غرز اهم اللي في النص زي ما عملت الجنب التاني بالظبط. اول عمود في عمود واحد، تاني عمود في عمود واحد، عمدان كامله للاخر، وتالت عمود بعمل فيه تزايد. العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. يبقى انا كده عملت غرزتين تزايد، وبعد كده بقفل السطر بتاعي بغرزه منزلقه في راس اول عمود عندي بالشكل ده كده. اكمل السطر الجديد بنفس الطريقه. عشان ابدا السطر هقف بغرزه منزلقه في الفراغ اللي عندي. انا كده وقفت في اول السطر، هطلع سلسلتين ارتفاع دول معايا اول عمود، وهعمل تاني عمود في نفس المكان. خلاص كده البدايه بتاعت كل سطر عندنا واحده. ده هيبقى اخر سطر معانا في التزايد. انا كده هنا عملت عمودين سلسلتين، وهرجع اعمل عمودين مع بعض تناقص عشان دي الزاويه. تمام. الغرزه اللي تحت دي ماليش دعوه بيها، هبتدي ان انا اعد ال16 عمود بتوعنا، كل عمود فوقيه عمود واحد بس. خلصت العمدان الثابته وجيت عند الزاويه اشتغلها بنفس الطريقه، ما بشتغلش هنا حاجه. عمودين مع بعض تناقص، غرزتين سلسله، وارجع اعمل عمودين مع بعض تناقص في نفس المكان. الغرزه دي ماليش دعوه بيها. اللي بعدها هيبقى عندي هنا كده كام؟ عندي 4 غرز. اول واحده هعمل فيها عمود واحد بس، والتانية فيها عمود واحد بس، والتالتة فيها عمود واحد بس، ورابع غرزة هعمل فيها تزايد. هعمل عمودين في نفس المكان، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. يبقى انا عملت هنا كده 4 عمدان، 3 عمدان، بعد كده غرزة تزايد دي كده ماليش دعوه بيها. دي العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت، وبعد كده عملت غرزة تزايد. تمام. هروح منقول على الزاويه دي، طبعا ماليش دعوه بالغرزه دي بتاعه التجميع. هتنقل على الزاويه دي واشتغل فيها الزاويه اللي بشتغلها في كل سطر. عمود مش كامل، عمود التاني مش كامل، واقفلهم مع بعض واعمل غرزتين سلسله، وارجع لنفس المكان تاني واعمل عمودين مش كاملين مع بعض، العمود الاول والعمود التاني، واقفل التناقص مع بعض. اكمل السطر زي ما احنا متعودين، دي ما بشتغلش فيها حاجه، وامشي على 16 غرزه الثابتين اللي عندي في كل جنب. خلصت كده ال16 غرزه الثابتين بتوعي، وهاجي عند الزاويه. ما بشتغلش في بدايه الزاويه، بدخل جوه الزاويه كده واشتغل عمودين تناقص واقفلهم مع بعض، واشتغل غرزتين سلسله، وارجع في نفس المكان واعمل عمودين تناقص. هاجي هنا كده عند الجزئيه دي عشان اكون فيها التزايد، ماليش دعوه طبعا بالعمدان اللي في الهوا دي كده. وعندي 1 2 3 4 عمدان. العمود الاول هشتغل فيه عمود واحد بس عادي، العمود التاني عمود عادي، والعمود التالت عمود عادي. انا كده عملت 3 عمدان، والعمود رقم 4 هو اللي هعمل فيه تزايد. هاجي هنا كده واشتغل عمودين يعني مش عمودين مع بعض، هشتغل فيه عمودين تزايد وليس تناقص. ادي اول عمود وادي تاني عمود في نفس المكان. يبقى انا كده عملت هنا تزايد 3 عمدان، وبعد كده غرزه تزايد، وبقفل السطر بتاعي بغرزه منزلقه عادي في راس اول عمود. ولما اجي اطلع السطر الجديد هقف هنا كده بغرزه منزلقه وابدا اطلع السطر الجديد. طيب انا دلوقتي هوقف تزايد، انا مش هعمل تزايد اكتر من كده. ده كده شكل القاعده معانا. ان هنا كده عندنا الغرز اللي احنا بنعمل فيها الزاويه بتاعتنا، والتزايد بيكون من الجنبين. طب لو انت حابه تكبري شويه عن كده هتعملي ايه؟ السطر الجديد هتشتغلي عادي زي ما بنشتغل. الثوابت عندنا ثوابت في كل سطر، والزوايا هي في كل سطر. هتيجي بعد كده هتعملي ايه؟ هتعملي السطر الجديد لو هتزودي هيبقى فيه 4 عمدان ثابت، بعد كده غرزه تزايد. لو هتزودي سطر كمان هتلاقي عندك فيه 5 عمدان ثابت، بعد كده غرزه تزايد.
او ممكن كمان لو انت حابه تكبري الشكل من البدايه ممكن تزودي السلسله اللي بدانا فيها في الاول. لو انت حابه تعمليها اكبر من كده، مثلا احنا اشتغلنا 18، ممكن تزودي اكتر من كده زي ما انت حابه. هو ده كده المقاس بتاعنا اللي احنا هنشتغل النهارده. انا هوقف تزايد وابتدي اشتغل سطور ثابت. طيب هشتغل السطور الثابت ازاي؟ بعد ما قفلنا السطر بتاعنا في غرزه منزلقه في راس اول عمود، هبدا ان انا اشتغل الخطوات بتاعتي عادي خالص بقى. بقف هنا كده بغرزه منزلقه عشان اتنقل للفراغ، واطلع سلسلتين ارتفاع بدايه الزاويه بتاعتي، وده كده كانه اول عمود، وهشتغل تاني عمود هنا، وبعد كده بعمل سلسلتين في الهواء وارجع في الفراغ بتاعي عادي واكمل واشتغل عمودين مع بعض تناقص. ادي اول عمود وادي تاني عمود. تمام، ادي كده الزاويه بتاعتي، واشتغل زي ما كنت بشتغل كل سطر. الفراغ الغرزه اللي عليها الدور دي كده اللي هي بتاعه الزاويه ماليش دعوه بيها، واروح رايحه على اول عمود عندي، وابدا اعد ال 16 عمود الثابتين بتوعي لحد ما بوصل للزاويه الثانيه. اشتغلت الثابت اهو 16 عمود الثابت بتوعي، وجيت عند الزاويه اشتغل فيها عادي ماليش دعوه بالغرزه دي. العمود الاول والعمود الثاني تناقص سلسلتين، وارجع اعمل العمودين التانيين تناقص مع بعض في نفس الزاويه. العمود الاول والعمود الثاني تناقص. هنا بقى خلاص مش هعمل اي تزايدات، هشتغل ثابت غرزه في كل غرزه، دي ماليش دعوه بيها. وهشتغل هنا كده ادي اول عمود فوق اول عمود، وادي كده عمود على العمود الثاني، العمود الثالث عليه عمود، والعمود الرابع عليه عمود، والعمود الخامس عليه عمود. يبقى انا كده خلاص هشتغل ثابت، مش هعمل اي تزايدات تاني، غرزه في كل غرزه لحد ما اوصل عند الزاويه واكرر بنفس الطريقه. انا كده خلاص عشان ابدا اطلع بجسم الشنطه بدون اي تزايدات بشتغل ثابت غرزه فوق كل غرزه بنفس الطريقه. العمدان العاديه بشتغل عليها عمدان، والزوايا بنشتغل عليها عمدان، بنشتغل عليها بنفس فكره الزوايا اللي احنا بنشتغلها في كل سطر. واكمل بقى الشغل كله عادي. ولما باجي عند اخر السطر عادي بقف هنا كده بمنزلقه في راس اول عمود، وبعد كده اتنقل هنا كده بغرزه منزلقه واطلع بدايه السطر الجديد، وابدا اطلع سطور ثوابت لحد ما اوصل المقاس اللي انا محتاجاه. خلصت كده القطعه بالسطور اللي انا محتاجاها، وانا اشتغلت يعتبر ثابت 6 سطور. تقدري طبعا تزودي او تقللي زي ما انت حابه. نقفل بقى مع بعض الشغل ده كده يعتبر اخر عمود عندي في السطور الثابته. نشتغل مع بعض. والمفروض ان انا زي ما كنت بعمل في كل سطر بقفل هنا كده بغرزه منزلقه وبسحب وبقص الخيط، بس احنا هنقفل بطريقه تانية. بعد ما خلصت اخر عمود كده مش هاخد سلسله ولا اي حاجه، وهقص الخيط واسحب الخيط بتاعي لفوق كده، وهجيب ابره التنظيف تمام. شايفين راس العمود ده اللي كنت بقفل بيه؟ هدخل بالابره كده وهرجع فين؟ هرجع في الغرزه اللي انا طالعه منها هنا. شايفين؟ يبقى انا دخلت هنا كده في راس اول عمود، وهرجع بالابره بتاعتي هنا كده واسحب بشويش، فهيديني شكل كده تقفيل زي غرزه السلسله او راس العمدان، فمش هيبقى التقفيل شكله مش كويس، هيبقى شكله حلو. وابدا بقى ايه افنش الخيوط الزياده في ظهر الشغل بتاعي. نفنش بقى الخيوط الزياده، ولو عندنا اي وصلات من جوه الشغل نفنشها ونرجع نكمل. خلصت كده الشنطه وفنشت كل الخيوط الزياده اللي فيها. دلوقتي بقى هبتدي ان انا هعمل اليد بتاعتها. هاجي بقى في الزاويتين كده، فاكرين الزاويتين اللي كنت بشتغل فيهم التزايد بتاعنا؟ هبتدي ان انا هاجي في جنب من الجوانب وابدا اوصل الخيط بتاعي. هوصل الخيط فين بقى؟ احنا كنا بنشتغل زي غرزه مروحه هنا كده، وهنا في الجنب ده في سلسلتين في النص في كل جنب عندي تمام. سلسلتين هنا كده وسلسلتين هنا كده. هبدا هدخل بالابره، هسيب الغرز الاولانيه دي كده وهدخل في السلسله بس اللي هنا، واسحب الخيط بتاعي واطلع سلسلتين ارتفاع، وهعمل في نفس المكان ده كده اول عمود معايا في السطر تمام. همشي على الغرزه اللي جايه عمود، يعني كده عمودين، اللي بعدها عمود كده 3، اللي بعدها العمود الرابع، اللي بعدها العمود الخامس، اللي بعدها السادس، اللي بعدها السابع،
اللي بعدها الثامن. العمود رقم 9 عندي هيكون في اول سلسله هتقابلني من السلسلتين اللي بيبقوا في الزاويه. ده كده العمود رقم 9. يبقى انا بشتغل سلسلتين ارتفاع وبشتغل 9 عمدان. اول عمود عندي في المجموعه بيكون في هنا كده، بيبقى عندي سلسلتين في سلسله واحده من هنا، واخر عمود عندي بيكون في سلسله واحده بس من الجنب التاني. كده اشتغلت 9 عمدان. هعمل ايه بقى؟ هلف الشغل كده وهقفل في راس اول عمود اشتغلته بغرزه منزلقه، كاني بقفل دايره. في راس اول عمود كده هسحب الخيط بتاعي واقفل بغرزه منزلقه. انا كده كونت دايره صغيره، دايره ما يدور كده، دي اللي هشتغل فيها. هطلع سلسلتين ارتفاع للسطر الجديد، وخلاص بقى فوق كل عمود بيقابلني هشتغل غرزه عمود. اول عمود عندي بيكون مكان ما ارتفعت على طول، يبقى عندي في كل سطر 9 عمدان. 3 اعد وانا شغاله كده عشان ما اوقعش عمدان او اي حاجه. نكمل السطر ونيجي نقفله سوا. انا اشتغلت 8 عمدان كده، وده العمود اهو رقم 9. نشتغل مع بعض. وبعد كده زي ما عملت السطر اللي فات هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود، بتجاهل سلاسل الارتفاع وبقفل في راس اول عمود. وبكرر بقى عادي جدا كده، كل سطر بطلع سلسلتين ارتفاع واشتغل عمدان داير ما يدور لحد ما اخلص السطر واقفل في راس اول عمود بشتغل. ابتدي بقى ان انا هطلع بالطول ده كده لحد ما اوصل لطول اليد اللي انا محتاجاها. هشتغل السطور دي ونرجع نكمل. انا كده خلاص اشتغلت اليد بالطول اللي انا محتاجاه، وانا اشتغلت هنا 18 سطر بغرزه العمود. تقدري طبعا تزودي او تقللي زي ما انت حابه. تمام، ده كده هيكون معايا اخر عمود في السطر. ومش هقفل السطر ده بغرزه منزلقه ولا اي حاجه، انا هسيبه كده وهقص خيط بقى طول شويه عشان اشبك الجنب التاني. هجيب بقى ابره التنظيف وهسحب الخيط ده لفوق. هاجي بقى دلوقتي كده بعد ما حطيت الخيط معايا في ابره التنظيف هبتدي ان انا هشبك اليد بتاعتي في الجنب التاني. تمام، احنا سيبنا اخر سطر ما قفلناهوش عشان البدايه بتاعتنا هنا كمان كانت مفتوحه كده ما قفلناهاش، ودي بتدي وسع شويه لمدخل الشنطه. احنا طبعا زي ما قلنا اشتغلنا في ال9 عمدان اللي عندنا كده، هنشتغل في نفس الغرز اللي احنا كنا بنشتغل فيها. هبتدي ان انا هشبك، دي اول غرزه اهي هشبكها. فاكرين كان عندنا هنا كده سلسلتين وكنت شابكه في واحده بس. هبتدي ان انا هدخل واخيط عادي، هثبت كده غرزه قصاد غرزه. هعيد على دي كده مره كمان، والغرزه اللي بعدها برضو غرزه قصاد غرزه. بخش تحت الحلقات كلها كده واخيط خياطه عاديه، وكل غرزه بتقابلني بخيط معاها غرزه من اليد مع غرزه في جسم الشنطه نفسه. وهيبقى طبعا العدد عندي مظبوط لو انا ماشيه الارتفاع بتاعي كله نفس الغرز. فوق كل عمود بشتغل غرزه عمود، يبقى هلاقي نفسي بقفل في نفس الغرز اللي انا اشتغلت عليها في الجنب التاني. بالشكل ده كده هفضل اقفل لحد ما اخر غرزه عندي هتكون معايا في الجزئيه دي. وبعد كده طبعا الخيوط الزياده اللي عندي كلها ببدا ان انا افنشها بابره التنظيف في ظهر الشغل من جوه، واجيب بقى الخامات بتاعتي اللي انا هبتدي ان انا ازين بيها الشنطه بالشكل ده كده. وكل الخيوط الزياده هفنشها من جوه الشغل ونكمل مع بعض. كده خلاص تفاصيل الشنطه بتاعتنا كلها يعتبر خلصت، فاضل بس الديكورات اللي هنحطها عليها. ودي طبعا احنا اشتغلناها مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف، متنسوش تشوفوهم لانهم فعلا بيفرقوا جدا في شكل الشنطه. طبعا ممكن تحطي الديكورات دي او اي ديكورات تناسبك، او لو انت حابه تسيبي شكل الشنطه كده هي شكلها حلو قوي ممكن مثلا تغيري في الوان الشنطه وتسيبيها بالشكل ده بس، او تحطي لها الاضافات دي زي ما انت حابه. طبعا احنا بنعملها شنطه كده للبحر والمصايف، عشان كده استخدمنا القوقعه والنجمه والحاجات دي. في الجنبين هعمل كده دي سلسله طولها 50 غرزه سلسله، وهبتدي ان انا اعمل فيونكايه هنا وفيونكايه هنا، هشبكهم كده بالشكل ده. الحاجات دي كلها ممكن تثبتيها خياطه او تعمليها بمسدس الشمع زي ما انت حابه. اعدي الفيونكايه دي كده وبربطها هنا وبعمل فيونكايه كده صغنونه
دي زي ما قلنا كده سلسله طولها 50 غرزه سلسله. وبربط فيونكايه كمان الناحيه دي، وابتدي ان انا اثبت الديكورات بتاعتي. تغيري بقى في الوانها براحتك زي ما انت حابه. اخلص الفينيشات دي ونرجع نشوف الشكل النهائي مع بعض. وده كده هيكون الشكل النهائي للشنطه بتاعتنا بعد ما خلصت. هي شنطه جميله جدا ومبهجه، طبعا زي ما قلنا تقدري تتحكمي في الحجم والمقاس، تكبري او تصغري زي ما انت عايزه. شنطه لذيذه كده للبحر والمصايف. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو بتشوفونا لاول مره بقى ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتعملي لايك للفيديو لو عجبك. باذن الله نتقابل على خير قريب في فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.